السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة بسيطة جدا جدا ومكوناتها بسيطة جدا، هتعملوها حلوة وحرشة وهتاكلوا صوابعكم وراها وطعمها تحفة. من طماطماية وبصلاية وقرن فلفل هنعمله بقى طبق حلو كده محترم، هيكفي حوالي 4 أو 5 أفراد، والأكلة في منتهى الجمال. تابعوا معايا الفيديو الآخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عايزه طماطمايه تكون جامده وما يكونش فيها ميه، انا عايزه اخد بس اللحم بتاعها، يعني مش عايزه اخد ميتها وبذرها، مش عايزاهم. وطبعا لو الطماطم بتاعتي جامده مش هلاقي الحاجات دي فيها خالص. بصوا اهي، انا بقطع يعني لحم الطماطمايه بس. شايفين هنا مثلا اهي في البذر ده بالطماطم، لا بخرجه بالسكينه كده، مش عايزاه، وباخد بس ايه لحم الطماطم نفسها. ليه؟ هتعرفوا ليه اهو. واحدة واحدة كده اهو، طلعت بقى البذر بالمية بالقلب بتاعها، وخرطت بس اللحم بتاع الطماطماية بس. شايفين الطماطماية والبصلاية الصغيرة دي والقرن الفلفل هيرموا معايا بقى، وهتشوفوا دلوقتي. بقطع بقى ايه الطماطم كده تقطيعة صغننة، لو تقدروا تقطعوا اصغر من كده كمان قطعوا. اهي قطعت بقى الطماطماية، شايفين ما شاء الله، يعني رامية معايا لوحدها. همسك برضو بصلاية يعني مش صغيرة قوي ومش متوسطة الحجم، بين الحجمين كده، بصوا زي ما انتوا شايفينها كده. تيجي برضو اقطعها صغنون كده وانزل بيها، او شايفين التقطيعة، وانزل بيها بقى كده في السكينة في الطبق اهو. ونفس الكلام مع الفلفل اهو. قطعت البصلاية، لما بتقطعي الحاجة صغيرة بترمي معاكي وتدي كمية. خلاص الفلفل نفس الكلام برضو، اخده كده بالطول واخده برضو بالعرض، وابتدي برضو ان انا اقطعه تقطيعة صغيرة اهو. هنعمل بقى حاجة كده بتشتروها من بره غالية، ومش موجودة في كل الاماكن، هتعملوها في البيت بسيطة جدا ومش هتكلفك ولا حاجة، متقلقوش. ادي كده انا عندي الطماطم والفلفل والبصل. الورقة بقى دي فيها ايه؟ الورقة دي فيها رنجة. احنا هنا هنحتاج نص رنجاية فقط لا غير. نص رنجاية هتعملي بقى طبق محترم مع البصل والطماطم دي. طيب اول حاجه هاخدها، همسك الرنجايه بتاعتي، هبتدي ان انا ايه اشوحها على النار لحد كده ما تلاقي الجلد بتاعك طلع، الجلد بتاع الرنجايه نفسها طلع من بعيد عن اللحم كده زي ما انتوا شايفين. خلاص اهو، منتهى السهوله بقى، بتشدي كده الجلد بيطلع معاكي على طول. تمام. وهبتدي اشيل الجزء بتاع الراس ده خالص، وابتدي اقطعها بالطول. انا هاخد نصها بس، يعني شايفين نص رنجايه. انت لو في الطبيعي جايه تاكلي نص رنجايه هتحسي ان انت ما شبعتيش، انت عايزه الرنجه كلها او عايزه اتنين. فالنص رنجايه دي هتشوفوا هترمي معاكوا ازاي. الوصفه دي كمان بقى حلوه لو انت عندك ولاد مش صغيرين قوي، بس في نفس الوقت مش بيعرفوا يفصصوا الرنجه، فالاكله دي هتبقى حلوه قوي عليهم. تبقى جميله بقى، حاجه كده مريحه، وهياكلوها لوحدهم من غير ما تبقي قلقانه من شوك او من اي حاجه. انا بقى بصي بفتحها بالطول كده. طبعا مهم جدا يا جماعه البطروخ، حلوه قوي. فسواء كان بطروخ طري زي ده او بطروخ ناشف، مهم جدا في الوصفه، يعني هيديكي طعم حلو. اهو دي البطروخ التانية اهو. وابتدي بقى ان انا كده ايه اكملها كده فتحها بالطول اهو. واقوم شايله بقى ايه سلسله الظهر دي اهو. بصوا انا هاخد نصها بس اهو، انا بقسم كده باخد نصها اهي. جربوها بجد هتعجبكم جدا جدا. خلاص خدت نصها اهي. واهم شيء بقى يا جماعه ان احنا نشيل الشوك، يعني ما تخلوش فيه شوك. تمام، نضفيها كويس جدا من الشوك كده بحيث ان ميبقاش فيها شوك خالص اهي. فضي نفسك كده بقى للشوك ده، عشان كمان لما يجوا بقى ولادك ياكلوها تبقي مش قلقانه ان هما مثلا ممكن الشوكه تيجي لهم تضايقهم او حاجه اهي.
هنضفها بقى كده وهتأكد ان خلاص مفيهاش شوك وبقت كلها حتة واحدة كده. كده هي كده تمام. هبتدي بقى ايه، بصوا انا كنت منضفه رنجايه تانية، خدت منها ايه بطروخ ناشف كده برضو بيدي طعم حلو. نجيب بقى حاجه غويطه وابتدي انزل بالبصل والطماطم والفلفل على بعض كده. تمام. وبعد كده بقى همسك الرنجه، النص رنجايه والبطروخ الناشف وبطروخ واحد طري، هقطعه كده عشوائي معاهم اهو. تمام، تقطيع عشوائيه. كل ده بقى يا جماعه هيبقى معايا سبريد. عارفين كده النوتيلا السبريد كده، الحاجة اللي بتتفرش في الرغيف كده، دي هتبقى كده، هتبقى رنجة سبريد. هتبقى تحفة جدا يا جماعة، طعمها حلو قوي. هتعجبكم جدا جدا، جربوها هتعجبكم جدا. بقطع برضو الرنجة دي كده عشوائي اي تقطيعة، لان كل ده هيتضرب معايا. لو عندك كبة اضربي في الكبة، لو عندك هاند بلندر هيبقى حلو قوي. هاند بلندر كده وتضربيه في الطبق يكون عندك غويط زي ده كده، تضربي الحاجات دي كلها فيها. ممكن تتضرب على فكرة في الخلاط، بس عشان بقى الزفارة وكده والخلاص بنعمل فيها عصاير. فلو عندك كبة او عندك هاند بلندر هيبقى حلو قوي. هو كل اللي هي محتاجاه الرنجة الكمون بس، طبعا ولا محتاجة ملح ولا محتاجة فلفل اسود ولا محتاجة شطة. انتي لو عايزاها حامية هتحطي القرن الفلفل ده حامي، انا حاطاه بارد على فكرة. حطي كمان معلقتين زيت عليها وعصرة ليمونة حلوة كده بس. هي دي اللي محتاجاها معايا. وابتدي اجيب بقى الهاند بلندر بتاعي وابتدي بقى ايه اضرب المكونات الحلوه دي كده مع بعضها. عرفتوا ليه بقى انا ما بحطش الطماطم فيها بذر او فيها ميه؟ عشان ما تبقاش معايا خفيفه وميه، لا انا عايزاها سبريد زي ما اتفقنا. تمام، فكده انا مش عايزه فيها سوائل. عشان كده الطماطم انا شلت منها الميه وقلبها عامه، قلبها اللي ممكن يخليها تجيب ميه. ادي الهاند بلندر وهبتدي اضربه بقى كده كله مع بعض. وادي ضربته بقى شكلها بالمنظر ده. تحفه يا جماعه. مش عارفه ليه ولادي شايفينها جبنه قديمه بس لما كلوها يعني حاولوا ان هم يقربوا الطعم وقالوا لي لا يا ماما دي رنجة فعلا، دي رنجة تحفة قوي يا جماعة، حلوة قوي. بصوا بقى من فوق كده اديها عصرة ليمونة او عصرة نص ليمونة كفاية عشان احنا حاطين ليمون جوه. وكمان بقى معلقتين كده زيت من على الوش يدينا تلميعة كده للرنجة السبريد بتاعتنا. وبجد يا جماعة ألف هنا وشفا، بجد تحفة. جربوها ان شاء الله تعجبكم. وطبعا بقى لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.